السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. في كل سنة بعد رمضان بتلاقي الناس بتحتفل بالعيد وبيحتفلوا بالإنجازات اللي عملوها في رمضان، واللي ختم بيحتفل أو فرحان هو ختم كام ختمة، واللي ما ضيعش ولا يوم من التراويح، واللي كان بيصلي التراويح والتهجد مبسوط وفرحان وبيحمد ربنا وبيدعي بالقبول وفرحان ومبسوط والدنيا بهجة كده والناس فرحانة ومبسوطة. بس بيبقوا ناسيين أو بيبقى في صوت خافت من بعيد محدش واخد باله منه ومحدش منتبه له ومحدش مديله اهتمام، لان الناس فاكره ان الصنف ده او النوع ده مش موجود، بس في الحقيقه هو موجود ومحدش بيتكلم عنه وهو ما بيتكلمش عن نفسه. فقد نظن ان هو مش موجود، ولكن للاسف هو موجود بس محدش سامع صوته. وهو الصنف او المجموعه او الناس اللي رمضان ضاع عليها، اللي رمضان جه ومشي وهم ما استفادوش، يعني ما حققوش اي حاجه، ما انتفعوش بحاجه، ما حققوش اي انجاز يذكر. زي ما رمضان دخل زي ما رمضان طلع ما غيرش فيهم حاجه. الناس اللي بينطبق عليهم مقوله احد السلف لما كان بيقول ان رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. الناس بقى اللي هم خسر فيه من خسر دول، الناس دول ولا بيتكلموا عن نفسهم ولا حد بيتكلم عليهم. فانا قررت ان انا اطلع دردش معاهم شويه، لان انا عدى عليا كذا سنه في الموقف ده، في نفس الحاله دي عدى عليا كذا رمضان وانا من الناس، نسال الله الغفران والعفو يعني، وانا من الناس اللي خسر فيه من خسر. ما كنتش شايف نفسي يعني من الناس اللي ربح فيه من ربح، كنت شايف ان انا خسر فيه من خسر. فالناس اللي خسر فيه من خسر دي بقى الناس اللي شايفه نفسها او عارفه انها خسرت في رمضان. ايه الحل؟ ايه الوضع؟ ايه العمل؟ ايه الكلام؟ ايه احنا فين يا احنا ايه يا ولاد؟ محدش بيتكلم عننا ليه؟ تعالوا احنا ندردش مع بعض شويه، تعالوا احنا نشوف ايه اللي وصلنا للحاله دي، وايه اللي خلانا رمضان موسم الناس بتستناه من السنه للسنه، موسم طاعه وعباده وتغيير واصلاح وقرب من الله سبحانه وتعالى. ايه اللي يخلي رمضان يجي ويعدي علينا من غير ما نتغير، او من غير ما ياثر فينا، او من غير ما يسيب فينا حاجه، او من غير ما نستفيد منه باي حاجه؟ يعني من اهم المكاسب اللي ممكن تتحقق في رمضان انك لما تدخل رمضان بتطلع منه غير الشخص اللي دخله. مش لازم متغير 180 درجة، بس على الأقل بيكون غير فيك حاجة، بيكون ساب فيك أثر في أي حاجة، بيكون زود ليك حاجة حلوة وشال منك حاجة وحشة. يعني مثلا واحد ما كانش متعود ان هو يقرأ القرآن، ما كانش ليه ورد قرآن، دخل رمضان خرج منه محافظ على ورد قرآن. واحد ما كانش محافظ على أذكار الصباح والمساء، دخل رمضان خرج منه محافظ على أذكار الصباح والمساء. وكتير من الشيوخ والدعاة لما بتلاقيه بيحكي قصة تغييره والحاجة اللي غيرته 180 درجة بتلاقيه بيجيب سيرة رمضان. يعني كذا مرة اشوف فيديو للشيخ امير منير يقول لك ان سبب تغييره كان ركعة وتر في اخر يوم في رمضان، ده كان سبب تغييره. والشيخ حازم شومان برضه كل ما بيتكلم عن الحاجة القوية اللي اثرت في حياته وغيرت فيه تغيير جذري بيجيب سيرة رمضان، القرآن في رمضان، التعبد في رمضان، التدبر في القرآن في رمضان. فبتلاقي ان رمضان ده فرصة بتغير حياة الناس. فلما يجي ويعدي عليا كده من غير ما يغير فيا حاجة، ايه السبب؟ طيب يعني انا ايه الغلط اللي عملته، او ايه الصح اللي كان المفروض اعمله ما عملتوش، وده اثر عليا بالسلب في علاقتي برمضان، او اثر عليا بالسلب في رمضان؟ بص يا قلب اخوك، صلى على النبي. انا هتكلم معاك بكل وضوح وبكل صراحه، وارجو ان انت تتقبل كلامي، ان انا يعني مش جاي اجلدك، مش جاي اقعد اهزق فيك يعني. انا عامل الفيديو ده عشان ندردش مع بعض ونتكلم مع بعض بكل شفافيه ووضوح يعني. فارجو ان انت كلامي ده ما يزعلكش يعني. انا مش هقول كلام يزعل، بس لازم اقول الكلمتين دول في البدايه يعني. انا قبل رمضان كنت عايش بالطول والعرض، ما بعملش حاجه في حياتي، ما بصليش اصلا، ما بقراش قران، ما بقولش اذكار الصباح والمساء، ماليش ورد ذكر، ماليش ورد، ما بعملش حاجه، عايش باكل وبشرب وبتكاثر، ما بعملش حاجه، اي حاجه تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. فان انا اجي في رمضان عايز اعمل كل الحاجات اللي كل الناس بيعملوها طول السنه عادي بالنسبه لهم، هي ده روتينهم اليومي، دي حياتهم العاديه، هو طول السنه عايش كده، عايش بيصلي الفرض بفرضه، بيقيم الليل سواء بركعتين او حتى بركعه وتر، عنده ورد قران ثابت حتى لو صفحه في اليوم، عنده ورد ذكر ثابت حتى لو اذكار الصباح والمساء، بتلاقيه بيصلي على النبي كتير، عنده ورد، عنده علاقه روحيه، عنده صله بالله سبحانه وتعالى. ده روتينه اليومي، دي حياته العاديه بعيد عن رمضان. فلما بيجي رمضان هو مفيش مجهود زياده هيبذله علشان يستفيد برمضان، هو كل اللي كان بيعمله في الايام العاديه هيعمله، بس هيزود عليه شويه حاجات. يعني الصلاه في وقتها كده كده هيصليها في وقتها. لو مثلا كان بيصلي الصلاه في وقتها بس بيحصل عنده ظروف فما بيقدرش يصلي في المسجد، لا هيدوس على الحته دي، اللي هو انا هصلي في رمضان كل يوم في المسجد. كان مثلا بيصلي كل يوم ركعتين وتر او ركعه
ركعتين قصدي قيام ليل او ركعه وتر، لا هصلي التراويح كلها. المهم ان في جزء في حياته بيقول له ان انت بعد العشاء في صلاه، يعني بعد صلاه العشاء ما خدناش اجازه لحد الفجر، لا بعد صلاه العشاء في حاجه هتتعمل، في صلاه بتتعمل بعد العشاء، ده حاجه موجوده في حياته. الصلاه دي لما كانت ركعتين في الايام العاديه، لما يجي في رمضان تبقى 11 ركعه، هو بالنسبه له تمام قشطه عادي، يعني متعود على الموضوع. هو متعود ان قبل رمضان بيفتح المصحف، عنده مصحف اساسا، يعني اساسا هو عنده مصحف وبيفتحه قبل رمضان، او حتى لو ابلكيشن على الموبايل، بس هو متعود ان هو في علاقه بينه وبين المصحف قبل رمضان. فلما العلاقه دي تزيد شويه في رمضان تمام، مش هيزعله في حاجه، يعني مش هيأثر عليه في حاجه. انما ما يجيش واحد بقى لا بيصلي ولا بيفتح مصحف، والاذكار اصلا مش حافظها، يعني مش ملوش بقى ورد ذكر، هو اساسا مش حافظ اذكار الصباح والمساء، مش شرط تبقى حافظها، هو مش ما يعرفش الاذكار. ده بقى لما يجي في رمضان وعايز يتغير، بيكون صعب عليه يحس الاحاسيس او يعمل الاعمال او يمشي نفس الطرق اللي التاني متعود عليها. التاني ده اللي هو اللي حياته روتينه قبل رمضان كده اصلا، فبيبقى صعب عليه، فبتلاقيه بيقارن نفسه بيه. يعني انا هتكلم عن نفسي، انا كهشام واحد قبل رمضان ما بصليش، ما بفتحش مصحف، ما عنديش ورد ذكر، ما عنديش ورد قرآن، ما بطلعش جنيه صدقة، دي حياتي قبل رمضان. فلما اجي في رمضان اقارن نفسي بالناس اللي بتقيم الليل وبتصلي الصلاة في وقتها وبتختم 3 مرات في الشهر او بتقرا 3 اجزاء في اليوم، انا هبقى يعني القياس غلط، القياس مش صح. انا في مكان بعيد عن الناس دي، لازم اكون متصالح مع نفسي واكون صريح وواضح مع نفسي في الامر ده وفي الحته دي، واعرف مستوايا فين واعرف انا فين وهم فين. هل ده معناه ان انا معذور وان انا ما انا مش عارف؟ طب ما انا مش زيهم؟ لا طبعا، ما بعفيش نفسي من المسؤوليه، وما بعفيش نفسي ان انا واقع في غلط وواجب عليا ان انا اصلحه. ايه الغلط؟ ان انت ليه ما كانش ده روتينك قبل رمضان؟ يعني انت قبل رمضان ليه ما كنتش زي الناس اللي ده روتينهم، اللي ده روتين حياتهم؟ ليه حياتك قبل رمضان ما كانش فيها صله وعلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا ده طبعا غلط واقع عليا، يعني ما ببررش لنفسي، لا بلوم نفسي على ده طبعا، بس عايز اكون صادق وواضح مع نفسي عشان اعرف انا فين واعرف الغلط عندي ايه عشان اعرف اصلحه. فمش من العقل خالص ومش من المفهوميه خالص ان انا اجي في رمضان لا انا اوعد ليه بقى، يعني ليه بقى ده ختم 10 مرات وانا مش عارف اخلص ختمه واحده؟ عشان ده اصلا قبل رمضان كان بيختم كل شهر ختمه عادي، ده بالنسبه له ده الامر طبيعي، هو كل شهر بيختم ختمه، فمش هيجي في رمضان يختم ختمه. ما هو في رمضان احنا ما بنمشيش بحياتنا الطبيعيه، او اعمالنا او عبوديتنا ما بتبقاش بالوضع الطبيعي، بتبقى فيها حاجات زياده. فهو الطبيعي بتاعه ختمه في الشهر، انا الطبيعي بتاعي ما بفتحش المصحف اصلا اساسا. فلما اجي في رمضان اقرا صفحه في اليوم، ده مش حلو وده مش صح، ومش ده لو عملت كده يبقى انت جزاك الله خير، بس لو ما عملتش اكتر من كده ما اقعدش بقى انكد على نفسي. يعني ما تخليش الشيطان ينكد عليك حياتك ان انت ازاي يعني رمضان يعدي عليك من غير ما تختم القران. هتلاقي الشيطان بيجي في رمضان يقول لك كده، والله هتلاقيه بيقول لك ازاي يعني انت مبسوط من نفسك كده، عاجبك شكلك وانت الناس كلها ختمت وانت عدى عليك رمضان مش عارف تختم ختمه؟ ده طبيعي يحصل، ده طبيعي يحصل، لان انا قبل رمضان ما كانش في علاقه بيني وبين القران. عاجبك شكلك لما الناس كلها كل يوم في التراويح وانت سقطت يومين 3 في طبيعي يحصل، طبيعي يحصل، لان انا قبل رمضان ما كنتش بصلي الفرض اصلا اساسا. فالنافله دي لما اجي هصليها ركعتين، مش هصليها 11 ركعه. فان انا كنت بصليها 11 ركعه في 10 ايام مثلا صليت 11 ركعه، ده حلو، بس الاحلى منه ان انت تصلي ال 11 ركعه في ال 30 يوم كلهم، ان انت تقفل اللعبه. طيب ما قفلتش اللعبه ورمضان عدى عليا من غير ما اتغير وما عرفتش اختم وقصرت في الصلاه في رمضان، اقول لك على حاجه، وفطرت يوم او يومين في رمضان، الوضع ايه بقى معايا بعد رمضان؟ هنا بقى ده الوضع اللي انا عامل الفيديو عشانه. انا حالي في رمضان ان انا ما كنتش ملتزم قوي بالصلاه، كنت بضيع في الصلاه في رمضان، ما التزمتش بالتراويح كل الايام، ما ختمتش، ما عرفتش اختم، وفطرت في رمضان يوم او يومين من غير عذر. طيب ده الوضع اللي انا وصلت له بعد رمضان، او دي النتيجه اللي انا طلعت بيها من رمضان. ايه الحل بقى؟ هل الحل ان انا اقعد اجلد نفسي والوم نفسي واندم وهزق نفسي واعيش بقى في حاله من جلد الذات لمده قد كده، ان انا ما عملتش، ان انا ما بقتش زي الناس اللي بتعمل وبتسوي وبتروح وبتيجي ده الحل؟
ده مش الحل. ده هيخليني ايأس اصلا، يعني ده هيخليني اللي هو بقول لك ايه، فكك انت مالكش في السكه دي، والطريق ده مش طريقك يا ابن الناس، والجو ده مش جوك، اتعلم لك صنعه ولا شوف شوف افتح لك عياده، اشتغل دكتور، وشوف لك حاجه تعملها في حياتك يا باشا. احنا مش بتوع جو صلاه وصوم وقران ودين، وده مش طريق. هتلاقي نفسك وصلت للمرحله دي في الاخر، اللي هو انا ما اذا كان رمضان ما غيرش فيا حاجه، اذا كان في رمضان كنت ما بصليش او كنت بقطع في الصلاه، اذا كان في رمضان كنت بفطر، فايه بقى اللي هيغيرني تاني؟ فمش ده الحل خالص. مش الحل ان انا اقعد الوم في نفسي واقطم في نفسي واجلد في نفسي، مش ده الحل. ايه الحل؟ ان انا اندم طبعا على اللي حصل، يعني دي غنيمه وكنز قدامي انا ما استغلتهوش وما استفدتش منه بحاجه، بالعكس انا طالع منه خسران كمان، لان مواسم الطاعات دي اللي ما بيكسبش فيها بيطلع منها خسران. فطبعا الوم نفسي واندم وازعل واتضايق ان ده حصل، بس مش هقعد اجلد نفسي بقى. يعني خلاص انا ممكن، على فكره ممكن يكون ده من اسباب، يعني انا كنت نزلت عملت فيديو قبل العيد بقول فيه ان احنا مش لازم ننكد على نفسنا في العيد. ممكن يكون ده سبب من اسباب النكد في العيد، ان انا بقعد في العيد منكد على نفسي بسبب ان رمضان ضاع مني اصلا، وما بيكونش اكتئاب عيد ولا حاجه، ده انا زعلان علشان في موسم طاعه ضاع مني. فممكن يكون ده من الاسباب. وعلى فكره ده يعني جزاء عادل، ان انت العيد اللي جاي لك عشان تفرح انت مقضيه زعلان، علشان انت كان في قدامك كنز وكان في قدامك غنيمه وانت ما استغلتهاش صح. فده عادي تبقى زعلان في العيد بسبب ده، عادي جدا. الناس كلها تبقى فرحانه ومبسوطه وانت زعلان. ولو بقيت مبسوط وانت مضيع منك رمضان يبقى انت ما عندكش دم، فانت لازم تبقى زعلان في العيد اصلا. بس بعد كده بقى هفضل طول عمري بقى زعلان وايأس وانا ماليش فيه وانا مش سكتي ومش طريقي؟ مش ده الحل. ايه الحل وايه الصح؟ احنا يا باشا بنيجي الموضوع بقى، او اللي مزعلني او اللي حاسس في نفسيتي، ان الشيوخ بتيجي قبل رمضان ب3 ايام ويقعد يقول يعني تلاقي سيل فيديوهات استعد لرمضان، وكيفية الاستعداد لرمضان، ودورات الاستعداد لرمضان، وفيديوهات عن الاستعداد لرمضان طب يا شيخ وانت حضرتك فين طول السنة يا شيخ؟ ما ينفعش استعد قبل رمضان ب3 ايام، حضرني من قبلها، يعني مجهزني من قبلها. الصحابة احنا نسمع ان هم كانوا بيقعدوا 6 شهور بعد رمضان بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى وبيدعوا بقبول رمضان اللي فات، وقبل رمضان اللي جاي ب6 شهور بيقعدوا يدعوا اللهم بلغنا رمضان، يعني قبل رمضان ب6 شهور. فبالطبيعي كانوا بيستعدوا لرمضان. دول الصحابة حبيبي، دول الصحابة قلب اخوك، الصحابة كانوا بيستعدوا لرمضان قبليه ب6 شهور. فما ينفعش انا اجي يا كحياني عدمانية صدمان استعد لرمضان قبليه بيومين 3، لا ده انا من دلوقتي. رمضان خلص اهو، رمضان عدى عليه اسبوع، من دلوقتي هستعد لرمضان اللي جاي. هستعد ازاي؟ ان انا هحول العباده روتيني اليومي، مش هجهز نفسي ان انا يجي رمضان الحق الموسم وبعد رمضان قشطه ربنا يحلها. لا، انا هخلي العباده روتيني اليومي، هخلي علاقتي بربنا سبحانه وتعالى مش في المواسم، مش في رمضان و10 ذي الحجه ولو طلعت عمره يبقى هي دي عبادتي. لا، انا عبادتي مع ربنا سبحانه وتعالى دائمه مستمره، ما تبقاش علاقه مواسم بعبد ربنا في المواسم. انا بعبد ربنا طول السنه. المواسم دي بتيجي هديه بقى، بتيجي جايزه ان انت طول السنة بتقرأ قرآن والحسنة ب10 اضعافها. لا، تعالى في رمضان الله يضاعف لمن يشاء. انت عندك طول السنة مفيش الروحانيات ومفيش الحالة اللي بتعيشك في الخشوع والحالة اللي بتعيشك في الفرح بالطاعة والانبساط، وان انا ببقى نازل منشرح وانا نازل اصلي التراويح. دي ما كانتش موجودة عندي في رمضان، عشان انا طول السنة ما فيش علاقة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فلما يبقى روتيني عبادة، هاجي بقى في رمضان ومواسم الطاعات احصل او احصل او اخد الجوائز دي بتاعت مواسم الطاعات دي. يعني احد السلف كان بيقول لك رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فكانت تشغل دماغي المقوله دي. يعني ايه رمضان شهر الحصاد حبيبي؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا عم الشيخ؟ وانا مش المفروض اجي في رمضان اشتغل؟ لا، قال لك ده انت بتيجي في رمضان بتجني ثمار اللي انت عملته قبل رمضان، بتجني ثمار شغلك قبل رمضان. بجنيها ازاي؟ ان انت بتخش رمضان وانت مش متضايق من الطاعه. هو في حد بيتضايق من الطاعه؟ في حد الطاعه بتبقى تقيله عليه بس بيعملها لانه مأمور بيها. في حد بيبقى الصلاه تقيله عليه بس بيصلي عادي. انت بتيجي في رمضان الصلاه ما بتبقاش تقيله عليك، التراويح ما بتبقاش تقيله عليك، بتبقى راجع من الشغل تعبان مش قادر تصلي ركعه وتر، في رمضان بتصلي 11 ركعه عادي وانت مبسوط وفرحان وفي روحانيات وفي جو جميل كده في الحياه كلها وفي الدنيا، مخليك مبسوط بالطاعه دي وعايش في حاله خشوع وبكاء في التراويح وشيخ
شيخ صوته جميل، حاجه جميله، فانت بتحصد نتيجه شغلك قبل رمضان، كل ده بتحصده في رمضان. انما لما تبقى عايش طول حياتك مفيش علاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش صله بينك وبينه، فتيجي في رمضان عايز تعمل ده، مش هتعرف تجني الثمار اللي الناس بتجنيها في رمضان. طب اعمل ايه؟ استعد بقى من رمضان لدلوقتي، يعني علشان ما نقعدش نطول في الحته دي كتير، لازم بقى من دلوقتي استعد لرمضان، لازم من دلوقتي اخلي العلاقه او اخلي عباداتي روتين يومي، اخلي علاقتي بربنا سبحانه وتعالى روتين، اخلي علاقتي بربنا سبحانه وتعالى دائمه مستمره، مش علاقات مواسم، على الاقل حافظ على الفروض. يعني الحديث بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على 5: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. الخمس حاجات دول بس لو انا بعملهم بس ما بعملش حاجه تاني، انا كده بستعد لرمضان. مش لازم اكون بعمل حاجه اوفر قوي، يعني التزم بالصلاه، ما تعملش حاجه اكتر من كده. التزم بالصلاه بس، يعني التزم بالصلاه، انت كده كده قلت شهاده ان لا اله الا الله، انت مسلم الحمد لله، التزم بالصلاه بقى. ايتاء الزكاه، هتطلع الزكاه في رمضان، ولو عندك زكاه مال طلعها، ربنا يغنيك وتطلعها ان شاء الله. وصوم رمضان لما يجي هصوم ان شاء الله، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فهتلاقي نفسك مفيش حاجه في الخمسه دول في ايدك تعملها دلوقتي غير الصلاه. الشهاده انت قلتها، الصلاه اهي، الزكاه هعملها في وقتها، الصيام هعمله في وقته، الحج هعمله في وقته او لمن استطاع اليه سبيلا. فمفيش حاجه اعملها دلوقتي في ايدي غير الصلاه، هو بس. مش مطلوب منك اكتر من كده، مش مطلوب منك اكتر من ان انت تصلي الصلاه في وقتها. عشان كده بيقول لك الصلاه عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين. هي الصلاه، هو الاسلام. مسلم يعني بيصلي، طب ما بيصليش يبقى مش مسلم. هي كده، هي الدين او الصلاه الاساس بتاعه، هي الاسلام قصدي، الاساس بتاعه هو الصلاه. ليه؟ عشان هم الخمس حاجات دول في حاجات منهم انا عملتها بدخول الاسلام بالفعل، والباقيين ليهم اوقات معينه او على قدر الاستطاعه. انما اللي ملهوش وقت معين ومفيش فيه استطاعه، يعني مش مفيش فيه تاجيل لحد الاستطاعه، هو الصلاه اعملها دلوقتي في اي وقت، حتى لو مش قادر بصلي وانا قاعد، مش قادر اصلي وانا قاعد اصلي، وانا نايم مش قادر بصلي بجفن عيني، ملهاش تاجيل، ملهاش تاجيل لا الحال ولا الوقت. يعني ملهاش تأجيل لما يجي وقت الزكاة طلعها، لا، ما هي الصلاة لما يجي وقتها صلي. طب لما لمن استطاع إليه سبيلا زي الحج، لا، ما فيش. الصلاة لأي حد، أي حد إلا الحائض والنفساء، أي حد لازم يصلي. فابدأ من دلوقتي حافظ على الصلاة، وخدها واحدة واحدة بقى بالتدريج. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما تاخدش الدنيا بالعافية، ما تاخدش الدين بالعافية. هو أنت ينفع تبقى بتتعلم مونتاج النهاردة وعايز تاني يوم تعمل فيديو تاخد عليه 10000 جنيه؟ أنت عشان توصل للمرحلة دي لازم تقعد سنين تلم خبرة وتتعلم. ينفع تبقى النهارده تخش الجيم تطلع منه تاني يوم البيج رامي ده قعد سنين عشان يوصل للفورمه دي. فانت عشان توصل لفورمه العابد بقى المتدين بجد هتاخد وقت. فانت خدها واحده واحده، التزم بس بالصلاه اسبوع، ما تعملش حاجه تاني في الاسبوع ده غير ان انت بتلتزم في الصلاه في وقتها. وبعد كده ابدا بقى ادخل ذكرين صباح، ذكرين مساء، صفحة قرآن، ركعة وتر، واحدة واحدة، خدها واحدة واحدة كده لحد ما هيجي عليك رمضان هتلاقي الدنيا دي بالنسبة لك عادي. ده حياتك الطبيعية. أنا حياتي الطبيعية كده، أنا ملتزم بالصلاة، عندي ورد قرآن، أذكار صباح ومساء، بصلي قيام ليل أو ركعة وتر، دي حياتي الطبيعية. فلما أجي في رمضان أنا هعمل الكلام ده وأنا مغمض عيني ومش حاسس بحاجة ومش حاسس بعناء، وبالعكس هجني ثماره بقى، هجني ثماره وهفرح وهنبسط مع الناس اللي بتفرح وتنبسط، ومش هيضيع عليا وهيغير فيا حاجات. بالمناسبة هاجي بقى لما أوصل للمرحلة دي إن شاء الله هلاقي إن أنا دخلت رمضان وطلعت منه متغير بالفعل. هلاقي رمضان ساب فيا اثر، هلاقي رمضان زود لي حاجه حلوه او شال مني حاجه وحشه. كنت بدخن بطلت بسبب رمضان، كنت ما بكلم بنت سبتها، كنت ما بصليش وتر بقيت اصلي وتر، ما كنتش بحافظ على اذكار الصباح والمساء، ما كنتش بحافظ على اذكار الصلاه بقيت احافظ. يعني هتلاقي رمضان ساب فيك علامه سواء بالسلب او بالايجاب، يعني شال منك حاجه وحشه او ساب لك حاجه حلوه. فمش عايز اطول عليك اكتر من كده، بس مش عايزك تقعد بقى تيأس رمضان ضاع مني، اعمل ايه؟ استعد رمضان اللي جاي. ما تخلوش يضيع منك هو كمان، واسال ربنا سبحانه وتعالى، وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغك رمضان اللي جاي. مش هنقعد نعيط وننوح. يعني واحد وقع في حفره مش هيقعد بقى قاعد في الحفره وعمال يعيط وهدومي اتوسخت، انا ما كنتش عايز اقع في الحفره، انا وقعت ليه؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طب انا مش عارف. مش ده الحل. يا خلاص وقعت في الحفره، قوم يا عم نفض هدومك واغسل هدومك وخد لك دش وكمل طريقك، وما تيأسش من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وخدها واحده واحده وبالتدريج، وما تقفش على نفسك، عشان الدين مش سهل. الدين مش سهل زي ما انت متخيل. مش من تاني يوم هتلاقي نفسك بقيت العبادات كلها بتعملها في وقت واحد والدنيا سهله، وبتخلص صلاه الفجر تقعد جلسه الشروق، تخلص الشروق تصلي الضحى، تخلص الضحى تقول اذكار الصباح، تخلص اذكار تصلي الظهر. مش هتيجي كده من اول مره.
يعني خليك واضح وصريح مع نفسك عشان تعرف حدود نفسك. هي مش هتيجي كده من اول مره، هتيجي واحده واحده. التزم اهم حاجه ايه الاهم فالمهم، التزم بالصلاه ودخل معاها شويه نوافل بعد كده واحده واحده، وكتر من النوافل على قد ما تقدر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني زود نوافل على قد ما تقدر. ما بقولكش التزم بالصلاه بس وما تعملش حاجه تاني، لا، بس ابدا بالصلاه. يعني مش هبقى ما بصليش اصلا وشايل هم ان انا ما عنديش ورد قران. يا حبيبي انت في مصيبه سوداء، انت ضايعه منك، انت في هلاك انت رايح له بعدم صلاتك. فالتزم بالصلاه الاول وابني بعدها، ابني عليها، خليها هي الاساس، اساسك الصلاه، وابني عليها فيما بعد. ما تجيش قبل رمضان ب3 ايام وتقعد تقول بقى انا هستعد لرمضان، يلا بسم الله، يلا بقى نبدا نشوف بقى ايه اللي ناقصنا ونعمله. اللي مش هينفع، مش هينفع والله. خليك صريح وخليك صادق وخليك واضح مع نفسك. صعب بصراحه. فانت عشان الدنيا تكون سهله عليك ابدا من دلوقتي، ابدا من دلوقتي استعد لرمضان، وخلي دنيتك ان انا هبدا دلوقتي من اتغير علشان اتغير في رمضان. يعني انا هبدا من دلوقتي اغير نفسي عشان تيجي في رمضان بقى التغيير الكبيره باذن الله. وخد نيه كمان ان انت بتعمل كده او بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى او بتحسن علاقتك بالله سبحانه وتعالى. دعم لاخواتك في فلسطين وفي الاباده اللي هم فيها دي. طب ايه علاقه ده بده؟ انت مش بيقول لك ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه؟ فممكن يكون البلاء اللي على اخواتنا دول مش عليهم هم بس، ده على الامه كلها. فممكن يكون نزل على الامه بسبب كثره ذنوبنا، فلما نتوب ربنا يرفع عننا وعن اخواتنا البلاء ده. ووجود اصلا الكيان في وسطينا في الشرق الاوسط ده بلاء. عشان البلاء ده يترفع نتوب لربنا سبحانه وتعالى. وادينا شفنا الفتره اللي فاتت ان الموضوع مش بالمعدات والاسلحه، الموضوع بالعلاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى تقدر تقف قدام الاسلحه والمدرعات والدبابات وتدغدغها وتدمرها كمان. فالموضوع ليه علاقه طبعا. توبتك ورجوعك واصلاح العلاقه اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ليها علاقه وطيده بدعم اخواتنا. ومش كده وبس، اللي تقدر تعمله اعمله يعني. بس حط ده في نيتك، يعني ان انت بتتغير علشان تدعم اخواتك. اشتغل وانجح في شغلك عشان تدعم اخواتك. روح جيم وظبط جسمك والعب رياضه عشان تدعم اخواتك. اتعلم يا سيدي مهاره، اتعلم برمجه، اتعلم اللغه العبريه، اتعلم اي حاجه او اعمل اي حاجه تقدر تعملها دعم لاخواتك. بس مش هينفع تعمل ده كله والاساس اصلا بايظ عندك. ايه هو الاساس؟ علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. مش هينفع تعمل اي حاجه جنبك غير كده، او مش هينفع تعمل اي حاجه دلوقتي والاساس بتاعك بايظ. صلح الاساس، صلح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى وابني عليه الحاجات المهمه بعد كده. بس مش عايز اطول عليك اكتر من كده مع اني طولت. ما علينا. الفيديوهات دي عاده ما بتبقاش صديقه السوشيال ميديا، مش ناس كتير بتتفرج عليها، بس انا واثق بما انك اتفرجت على الفيديو ده ووصلت لحد هنا فانت كنت محتاج تسمع الكلام ده. وارجو ان يكون الكلام ده اثر معاك او غير فيك حاجه وساعدك ان انت تبدا بدايه جديده، بدايه نظيفه، بدايه ما فيهاش يأس، ما فيهاش قنوط من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وبدايه ان شاء الله فعليه وهتكون نقطه تحول في حياتك باذن الله. بس كده. ما تنساش اخوك من الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله.